اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صباح الخير وصباح الهنا وصباح كل حاجة حلوة على عينيكم. المدلعة والله العظيم هي فعلا مدلعة حاجة كده، يعني مش عارفة أقول لكم إيه، هي ليها طعم كده غريب والله بأمانة يعني. تعالوا النهاردة هنعمل المدلعة. بصوا عاملة ازاي، ما شاء الله، عملت ما شاء الله صاج 30 في 40، اللهم بارك. بصوا جميلة ما شاء الله ازاي، طبقاتها جميلة ورقيقة، يعني عارفين الطبقات الرفيعة الجميلة دي، ما شاء الله شايفين، خفيفة خالص مش تقيلة، الطبقات مش تخينة، لا طبقاتها رفيعة خالص، مش تقيلة في الأكل. تعالوا بقى نشوف انا عملت ايه في الاول كده عشان نطلع صاج حلو قوي كده، ادي بقى الحبايب وحبايب الحبايب منه. انا هنا هبدأ اعمل الشربات ده، انا هديله بس غلوة وهاخد منه على قد ما انا هاخد، وبعد كده هديله كمان غلوتين كده 3 واتقله. لكن انا في الطبيعي عندي شربات ايه تقيل. هنا حطيت 4 كوبايات سكر، احط عليهم 4 كوبايات ميه. وانا قايله لكم ان انا عندي شربات، انا عندي طبق فيه شربات تقيل كان باقي من الحلويات اللي كنت عاملاها قبل كده، فانا هشتغل بيه بس هو قليل، فهخليه للكنافه، وبعدين اخلي ده للبسبوسه. ولما ي... اخد منها اللي انا عاوزاه هتقله واعمل بيه ايه، وهعمل بيه حاجات تانية يعني. حطيت هنا 4 كوبايات سكر على 4 كوبايات ميه على معلقتين عسل جلوكوز، وجبت ليمونه. بعد ما كل ده غلي في قلب بعضه عصرت الليمون عليه وايه، وخد غلوه دقيقتين بس او 3 وطفيت عليه، وبس على كده. هنا جبت نص كيلو كنافه كان متفرز عندي، او انا بجيبه احطه على طول في الفريزر. طلعته فرمته كده بايدي زي ما انتم شايفين، حطيت عليه معلقتين، معلقه ونص مش معلقتين يعني، او معلقه كبيره سكر بودر. سكر البودر بيساعد على ان الكنافه تحمر، خلي بالك يعني. وبعديها رحت حاطه نص كوبايه سمنه عليها، ورحت مقلبه ال الكنافه بالسمنه كويس قوي، لحد ما كل السمنه دخلت في كل الكنافه. وهنا انا جبت الصاج ده زي ما انا قلت لكم في الاول، ده 30 في 40 مقاسه. هبطنه سمنه، بس هبطنه سمنه كده ايه، يعني شويه حلوين، فاهمني، مش ايه، مش اي حاجه، لا شويه حلوين. كل اللي استعملته هنا، انا خدت نص كوبايه سمنه الاول حطيتها على الكنافه، وبعدين خدت معلقه واحده كبيره كده حطيتها بطنت بيها الصاج كله زي ما انتم شايفين. هبدا هنا بقى اوزع الكنافه بالراحه كده، واحده واحده، في كل الصاج، في كل كده الصاج، وابدا ويعني وانتبهي ان الصاج كله يبقى ميه واحده، يعني انت خلي بالك ما يبقاش حته عاليه وحته واطيه، علشان تبقى كل المدلعه سوا واحد. هنا بططته تبطيطه حلوه قوي ودوست عليه كويس يعني كده. وبعدين جبت هنا شويه سمنه مسيحين حطيتهم كده على الوش عشان اقول لكم دلوقتي. المهم دخلته على فرن 180، قعدت حوالي ربع ساعه تلت ساعه كده، لحد ما شاء الله ما طلعت ايه، حمرا، طلعت ما شاء الله ايه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اللهم بارك. جبت هنا ده الشربات بقى اللي عندي، ده بارد، وهنا الكنافه سخنه جدا، انا كنت لسه مطلعاها حالا، والشربات بارد. فهبدا هنا اسقي شربات. بس انا هقول لك على تركه الشربات دي، لو انت مش حابه المدلعه تبقى مسكره فما تزوديش شربات، يعني فاهماني، اعملي ايه، اعملي حاجات بسيطه قوي، لان احنا لسه هنحط حاجات تانية هتشوفيها. كميه الشربات اللي انا حطيتها دي دلوقتي انا بالنسبه لي انا هي كتيره، لان انا من الحاجات المسكره انا مش بحبها. المهم بعد ما سقيتها سبت الكنافه تشرب الشربات كويس وتبرد خالص. وبعدين جبت القعده دي عندي مقاسها 30 في 40، القعده دي اللي بشتغل عليها التورت، فدي مقاس 30 في 40. حطيتها زي ما انتم شايفين كده بنفس الشكل ده، ورحت قلبه عليها صاج ما شاء الله الكنافه. شوفوا طبعا، شفتوا هو طلع عامل ازاي، اللهم بارك. الديسك رفيع خالص ما شاء الله، وما شاء الله حمرا وجميله، اللهم بارك، ومقرمشه كده وخفيفه. اسفه. جبت نفس الصاج، مسحته طبعا من السمنه اللي كانت فيه بمنديل، وشلت كل اللي فيه، واديته برضو مسحه سمنه تاني. وجبت هنا بقى هستعمل ايه، ورق زبده، ورق زبده مش ورق خبز، لا ورق زبده. جبت ورق الزبده حطيته في قلب الصاج بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. وهبدا برضو انا برضو هدهن ورق الزبده اللي هو ايه، عارفين، للامان يعني، انا للامان الامان. هتشوفوا دلوقتي انا هعمل فيه ايه. انا هنا ايه، بعد ما بطنت الصاج خلاص حطيته كده لحد ما اخلص شغل. جبت هنا نص كوبايه سكر، عايزه تقللي الربع ما فيش مشكله، على حسب بقى اللبن اللي انت بتحبي، السكر اللي انت بتحبيه برضو. جبت كوبايه الا ربع لبن، نص كوبايه سكر، واحط عليه معلقتين عسل جلوكوز اهو. بس خلوا بالكم انا هنا مش بدخل المعلقه في قلب الكنكه وبعدين احطها في قلب البطرمان، لا ده انا من بعيد كده بخبطها لحد ما تنزل بس اللي فيها.
هنزل كده المعلقه دي ها واشيلها واخد المعلقه التانية، ابدا اقلب ده. هاخده بقى على النار اقلبه اقلبه لحد ما يدوب، وعسل الجلوكوز يدوب خالص، والخليط يبقى دافي ما يبقاش سخن. هنا ده ما شاء الله جبت هنا نص كيلو، نص كيلو دقيق سميد او السيمولينا. جبته ما شاء الله. تمسكي الدقيق كده، لما تمسكي الدقيق في ايدك وتشيليه من ايدك، لو ما عملش دقيق معاكي، يعني لو ما عملش ابيض كده كأن دقيق، يبقى ده الدقيق ده حلو قوي بتاع السميد. المهم هنا حطيت كوبايه الا ربع سمنه على البسبوسه، وبستها كده بايدي لحد ما بقت عامله زي الرمله المبلوله كده، بصوا اهي. وبعد كده هنزل بقى بيها هنزل عليها باللبن والسكر وعسل الجلوكوز. وخلوا بالكم ان الخليط هنا فاتر خالص، فاتر، انتوا عارفين فاتر يعني اقل من الدافي كمان. هقلبه بس كده تقليب. بصوا انا بقلبها بس، مش بعجنها، انا بقلبها بس اهي، شايفين؟ هاجي هنا بقى بعد ما قلبتها هديها بس ايه بصوابعي كده، شايفين؟ بصوابعي كده التقليبه، وهروح نازله بيه كله في قلب الصاج. الصاج طبعا انت هتقولي هنا الصاج كبير عليها، انا عارفه ان الصاج هنا طبعا حجمه كبير على نص كيلو البسبوسه، بس انا هنا عايزه الديسكات اللي بعملها من البسبوسه والكنافه تبقى رفيعه، ما تبقاش تخينه، عشان كده عملته في نفس الصاج ده. بعد ما عملته دخلته في برضو في الفرن على درجة حرارة 180. هتاخد معايا حوالي تلت ساعة. طلعت اهي ما شاء الله زي ما انتم شايفين. كنت عملت كوباية كريمة، يعني جبت كوباية كريم شانتيه وحطيت عليها كوباية ونص مية متلجة وضربتها خلاص، وما حطيتش عليها سكر، يعني عملت الكريم شانتيه من غير سكر. وهنا بقى العسل اللي احنا قلنا عليه اديته غلوة تاني على النار، ودي طلعت البسبوسة طلعت على طول سخنة اهي. حطيت عليها العسل وهو سخن، شايفين عملت ازاي؟ بصوا ما شاء الله شربته كله، يعني البسبوسه ما شاء الله شربت العسل كله او الشربات كله. بصوا بس انا كده بميلها بس كده ايه عشان تنزل هنا وهنا. هنا انا ايه، تعالوا بقى هنشوف هنعمل إيه. هسيبها بقى تبرد تماما. بصوا اهي لازم تبقى بارده خالص، اوعي تشتغلي فيها وهي سخنه، هتسيح لك الكريم شانتيه وهتخليه كده عامل زي الميه. جبت هنا كريم شانتيه احط بقى طبعا الكوبايه دي خلوا بالكم قليله ما كفتش، فانا زودت. كان عندي كمان في التلاجة طبق ما شاء الله، بوله يعني، كان بوله كده فيها، يعني قولي مثلا ان انا عملت كوبايه ونص كريم شانتيه، عشان بس تبقي عارفه المقدار ده، لان الكوبايه مش هتكفي الصاج ما شاء الله احشيه مرتين. المهم هنا ايه، بعد ما بردت تماما جبت هنا عبيت كيس الحلواني بالكريم شانتيه، وبدأت هنا اوزعه بقى على الايه، على البسبوسة. يعني هنا بشتغل بقى في الصاج اهو، تمام. هوزعه كده على البسبوسة، وبصوا انا بالراحة كده واحدة واحدة عشان خاطر ايه الورق ما يدخليش في قلب البسبوسة. واحدة واحدة كده بصوا اهو. هاجي هنا بعد ما خلاص، بعد ما ظبطته وعملت البسبوسه بقى الكريمه بقت كلها طبقه واحده. دي بقى الكنافه، شايفين ما شاء الله رقيقه ازاي وجميله ازاي ما شاء الله. خدتها كده زي ما انا كنت حطاها على البورد ده، ورحت نازله بيها على الكريم شانتيه، وهجيب البورد نفسه اقلبه على الكنافه كده. بصوا دوست عليها حاجه بسيطه ورحت قلبه الصاج كله مره واحده. ليه بقى؟ لان المدلعه الكنافه بتبقى تحت والبسبوسه بتبقى فوق. ليه الكنافه بتبقى تحت؟ لان الكنافه بتبقى انشف من البسبوسه، فبتروح هي ماسكه القطعه، فاهميني؟ ما بتبقاش ايه مهريه كده، لا. وهنا بدات واحده واحده كده اشيل ايه ورق الزبده اهو، شايفين؟ ليه بقى انا عملت كده؟ لان لو كنت حطيتها في ستوك كده كانت ممكن تلزق، اجي اقلبها ما ترضاش تقلب معايا تتبهدل. فورق الزبده حافظ لي على البسبوسه زي ما هي كده زي ما انتم شايفين كده. انتوا ايه معايا واحده واحده. لو وصلت لحد كده بقى وعجبتك القناه، اعملي اشتراك فيها وفعلي زر الجرس، وما تنسيش اللايك عشان يرفع معايا الفيديو. فعلي زر الجرس على الكل عشان اي جديد انزله على طول يوصلك اشعار بيه. هنا بقى هجيب الكريمه الباقيه اهي، وهبدا بقى ايه اعمل الطبقه اللي هي اللي فوق. يبقى احنا كده عملنا ايه، طبقه الكنافه، طبقه البسبوسه، وبينهم طبقه كريمه. واللهم صل على سيدنا محمد. وفوق بقى هنا على الوش بقى خالص طبقة الكريمة الأخيرة أهي. بصوا هبدأ هنا أسويها بالراحة كده، أسويها كويس قوي أهو. طبعا عايزة أقول لكم إنها من أجمل الحلويات اللي فعلا ممكن تاكليها. وخصوصا كمان لو قللتي بقى السكر فيها.
يعني لو قللتي السكر فيها هتاكلي حاجة كده خفيفة، مش جازعة، يعني فاهميني بجد، هتاكلي منها مهما تاكلي مش هتحسي ان انتي ان انتي نفسك وقفت منها يعني. هنا انا عندي بقى اكياس الجيلي الكراميل دي. طبعا بشتغل بيها، انتوا اكيد بتشوفوني لما بشتغل التورتات او كده بيها. فهنا عملت ايه، خدت بقى على الوش كده، حطيت شوية حلوين على الوش من الكراميل، وبدأت هنا اسوي او اوزعه واسويه بالسباتولا اهو. انتبهوا بس يا جماعة، اللي ما بيحبش السكر يحاول يقلل السكر، يعني يحاول يقلل السكر في البسبوسة، يحاول يحاول يقلل السكر في ما يحطش سكر على الكريمة. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني وما كمان ما يسقيش قوي، يعني حاولي ما تسقيش قوي. المهم هنا بعد ما عملت الطبقة بتاعة الكراميل، جبت هنا عندك بقى نوتيلا بيضة تمام اشتغلي، ما عندكيش خدي حتة كريمة بيضة، قلبيها كويس قوي لحد ما تبقى ناعمة خالص معاكي، وحطيها في كيس الحلواني كده، وافتحي فتحة بسيطة، وتعالي ايه اعملي خطوط رايح جاي كده. عندي هنا نوتيلا بني، برضو عملت كده في النص كده حاجة بسيطة، وخلي بالك ان كل الحاجات دي بتدي سكر، فبرضو زي ايه زي ما بقولك كده ممكن تقللي السكر عن ما انا حطيت كمان يعني. ماشي. بعد ما عملته كده بدأت ايه اخد بقى ايه خط رايح كده وخط جاي. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، جميله بجد فعلا، عايزاكي تجربيها، حلوه قوي، ما خدتش وقت، بسيطه. ما عندكيش البورد اللي انا قلبت عليه، ممكن تعملي على صينيه، يعني تطلعي من صينيه وتقلبي على صينيه، فهماني. لكن البورد بالنسبه لي لان انا ايه هقطع عليه زي ما انتوا شفتوا كده في الاول. طبعا يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب ان شاء الله اشوفكم على خير وسعاده وسلامه. قولوا لي ايه رايكم فيه. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. مع السلامه وباي باي.